لما اجي ابدا معاك سلسله المكملات الغذائيه اكيد هبدا باول واهم واشهر منتج بيتم استهلاكه عالميا، اللي بيستخدمه اي رياضي او اي حد عنده نقص منه، سواء كان راجل او ست، كبير او صغير، بينفع للجميع. هو الواي بروتين. الواي بروتين هو اكتر منتج عليه استهلاك واقبال في العالم كله. هبدا معاك سلسله المكملات الغذائيه باول منتج وهو الواي بروتين. هكلمك في الحلقه دي عن ايه هو الواي بروتين، ازاي بيتم انتاجه، مين اللي ينفع يستهلكه، احتياجي منه في اليوم قد ايه، وايه هي اضراره. الواي بروتين او زي ما بيتقال عليه مصل اللبن، هو مستخرج من حليب الابقار بعد ما عدى بشويه بروسيسور بعد المراحل التصنيع، بالاخص مرحله تصنيع الجبن. بيكون هو الناتج السنوي، يعني حضرتك الواي بروتين مصل اللبن اللي انت بتستخدمه ده بيكون الناتج السنوي من تصنيع الجبن. بيخرج منه صنفين: الواي بروتين اللي احنا بنتكلم عنه، او الكازين اللي هو عكسه تماما في الامتصاص. وبيكون نسبه الواي بروتين 20% ونسبه الكازين 80%، ودي معلومه مش مهمه ليك، مش مهم تعرفها. بعد كده بياخدوا الناتج السنوي ده وبيجهزوه لك كمنتج للاستهلاك. وبيتقسم معايا الواي بروتين ده لثلاث انواع: الهاي بتاعهم التوب، اسرع امتصاص، اعلى نسبه بروتين، اقل نسبه دهون، اقل نسبه فات، اكتر واحد عدى على البروسيسور عشان يقدر يفصل عنه الدهون ويفصل عنه الفات والسكر دي، واعلاهم بروتين واسرعهم هو الايزوليت، الواي ايزوليت. الايزوليت دوت يعني هو جاي من اسمه، اكتر واحد عدى على عمليات ايزوليشن، عمليات عزل، علشان يجي لك في انقى صوره ليه وفي اسرع امتصاص. ده طبعا بنرشحه للناس اللي هي بتحاول تفقد دهون وعايزه تزيد حجم عضلات، او هو عامل دايت قاسي شويه فعايز يحافظ على نسبه العضلات وفي نفس الوقت ما يدخلش اي حاجه غير البروتين. تاني مرتبه بتيجي معايا في انواع الواي هو الهيدرو. الهيدرو ده بيكون اكتر نوع عدى عليه بروسيسور علشان يجي لك في اقل او بيجي لك الامينو اسيدز جواه في اصغر حاله ليه، عشان يكون سهل الامتصاص. ده بيكون متارجت الناس اللي عندها مشاكل في الهضم وعندها مشاكل في الجهاز الهضمي، يساعد جدا في الامتصاص وفي كفاءة الجهاز الهضمي، بالتالي بيكون اغلى شويه الهيدرو. ثالث مرتبه معايا واقلهم في نسبه البروتين هو الكونسنتريت. الكونسنتريت دوت بيكون نسبه البروتين فيه 80%، الهيدرو بالمناسبه 84، الواي الكونسنتريت ده بيكون 80%. بيكون فيه نسبه فات وكرب وسكر شويه، مش عاليه برضه مهما كان هو واي، بس نسبه البروتين فيه 80%، وال 20% الباقيين بيكون متقسمين ما بين كرب وفات. بيكون وسط في كل حاجه، امتصاصه لذيذ، سريع، يعتبر نسبيا سريع طبعا عن الاكل واللحوم. هم دول الثلاث انواع بالترتيب: الايزو اعلاهم بروتين واسرعهم امتصاص، الهيدرو مصمم للناس اللي عندها مشاكل في الهضم ومحتاجه حاجه تحسن شويه من كفاءه الجهاز الهضمي. ثالث واحد واقلهم في نسبه البروتين ونسبه الامتصاص الكونسنتريت. ثالث بوينت هتكلم عليها في الحلقه دي: مين الاشخاص اللي تستخدمه؟ للمفاجاه ان الواي بروتين او البروتينات او المكملات الغذائيه عموما ما كانتش اصلا معموله للرياضيين عشان تغطي لهم احتياجهم الاوفر عن الانسان الطبيعي او اللي بيعمل نشاطات وسط في اليوم. المكمل الغذائي كان معمول للناس اللي بتعاني من مشاكل، عندها امراض، عمليات، هو مش عارف يدخل احتياجه. يعني هو من الاخر كان قايم على اساس ان هو دواء او علاج، لكن مع التطور اتغير بقى للرياضيين رقم واحد. فممكن اقول لك ان رقم واحد بيستخدمه طبعا الرياضيين كلهم بلا استثناء، لان نسبه البروتين اللي هو محتاجها في اليوم صعب جدا تحصيلها من الاكل جدا. رقم اتنين المسنين او ناس كبار في السن، لان هو بيساعد جدا، لان طبعا انت كل ما سنك بيكبر او عمرك بيكبر انت بتخسر نسبه عضلات، والعضلات بتبقى هزيله، وكفاءه اكل وكفاءه امتصاصه وهضمه بقت اقل. فلما اجيب له منتج هو اوريدي ومعدي على بروسيسور كتيره ومعدي على عمليات كتيره مخليته اسهل واخف وكميه البروتين فيه اعلى بكتير، فاكيد هيساعدهم جدا في الحفاظ على العضلات وقوتهم، وكمان بيحسن كفاءه العظام وبيخش في تكوينها. تالت ناس بيستخدموه وبيعمل معاهم نتيجه كويسه، عافانا الله وعافاكم، الناس اللي بتاخد اللي عندها كانسر وبتاخد كيماوي طبعا عشان ما بيقدروش ياكلوا، فبياخدوا البروتين ده عشان يحافظ شويه على العضلات بتاعتهم. رابع ناس ممكن تستخدمه الناس اللي عامله عمليات ومش قادره تاكل، وبالاخص الناس اللي انا الحاجه اللي ما بنصحش بيها نهائي تكميم معده، لان اللي بيعمل تكميم معده ما بيقدرش ياكل اي حاجه، فهو بيلجا طبعا انه ياخد بروتين عشان يحاول يحافظ على نسبه العضلات بتاعته لحد لما يرجع ياكل بكفاءه تاني. رابع بوينت هتكلم عنها في الحلقه: احتياجك منه قد ايه في اليوم.
قبل ما اقول لك ازاي تحسب احتياجك في اليوم او اديك معادله معينه تمشي عليها، لازم تعرف حاجه، لازم تعرف ان في عوامل مؤثره على احتياجك من البروتين. زي الوزن، كل ما وزنك كان اعلى كل ما احتياجك كان اكتر. زي العمر، كل ما عمرك كان اكتر بيحتاجك بيبقى اعلى من البروتين، بالاخص الناس اللي بتعدي ال 35 سنه. تالت حاجه وده مهم جدا، النشاط. نشاطك في اليوم عامل ازاي، الاكتيفيتيز بتاعتك في اليوم عامله ازاي. في واحد ممكن يكون شغله عباره عن 8 ساعات قاعد على لاب، وواحد تاني شغله 11 ساعه مثلا وبيشيل وبيحط وبيطلع وبينزل، الاثنين نشاطهم مختلف تماما. رابع حاجه الجنس، مش اللي في دماغك، نوعك راجل ولا ست. وبالنسبه اعرف احتياجي قد ايه في اليوم والجرعه المطلوبه مني، ففي اكتر من معادله بتحسبها ومعادلات كتير قريبه من بعض. ممكن في ناس بتحسبها على حسب الوزن، بيحسب 8 من 10 جرام بروتين لكل كيلو جرام منك لو مش رياضي. طب لو انا رياضي، من 1.2 من 10 ل 1.6 من 10. وفي حساب تاني ممكن احسبها على حسب الاداء الرياضي او النشاط الرياضي بتاعي. لو انا بتمرن بشده خفيفه او وسط، ممكن احسبها 1.2 او 1.4 لكل كيلو جرام منك. وفي بقى الشده العاليه او خلاص بقى الناس اللي بتحضر بطولات، اللي هو قاتل نفسه تمرين، ممكن احسبها من 1.6 من 10 ل 2.2 من 10. طب انا بحسبها على انهي اساس؟ انا اللي بحسب الشده بتاعتي بالقوه او الكوتش بتاعي على حسب الشده اللي انا بقدمها، بس ما تتخطاش ابدا نسبه 2.2 من 10 لكل كيلو جرام منك. طبعا انا سهلت عليك الموضوع، ما رضيتش اديك معادلات وتفضل تحسب وتضرب في 24 وتقسم على مش عارف ايه وفي معادلات كتير. انا اديتك بتحتاج ايه؟ معادله ولا آلة حاسبه ولا تسال حد. بما ان انا وصلت البوينت احتياجي من البروتين او الجرعه المطلوبه مني في اليوم، دلوقتي انا استخدم الواي او الايزو او الهيدرو اللي معايا ده ازاي؟ انت دلوقتي حسبت احتياجك من البروتين، بتتمرن اداء وسط، ضربت وزنك في 1.6 من 10، طلع معاك مثلا احتياجك 180 200 جرام بروتين. طبعا عشان تعوض ال 200 جرام بروتين، لو تقدر تعوض احتياجك من البروتين من الاكل، يكون افضل من انك تستخدمه من مكمل خارجي. هو نو واي انك تعوضه، بس لو قدرت يبقى افضل ليك. انت قدرت تحصل من اكلك 120 130 جرام بروتين وانت احتاجك 180، يبقى باقي لك 60. سكوب الواي بروتين بيديك تقريبا 25، تاخد 2 في اليوم يقفلك احتياجك في اليوم. طيب انا اليوم دخلت 80، يعني باقي لك 100. هل ادخل 100 من الواي بروتين دوت ايا كان نوعه، الايزو او الواي او الهيدرو؟ لا، ما تدخلوش. يعني الماكسيموم بتاعك لو انت راجل طبيعي ما بتحضرش بطولات، عشان تمشي افريج، تمشي وسط، مفيش حاجه تضرك ولا تاذيك ولا تحمل على الاعضاء الحيويه بتاعتك والداخليه، لان مهما كان ده منتج مصنع. الماكسيمم بتاعك اللي انصحك بيه هم اتنين: واحد بعد التمرين بميه عشان يكون سريع الامتصاص ب 20 دقيقه، وواحد تاني بحليب في اي وقت عشان تستفاد منه من الحليب في اي وقت بقى، في فطار، قبل ما تنام، از لايك. المهم انك تعوض الاحتياج بتاعك، لكن الماكسيمم بتاعك من الواي بروتين هم جرعتين. ما اقدرش اقول لك تاخد اكتر من كده، اكتر من كده هتحمل على نفسك. لما كل يوم تاخد 3، طبعا اي حاجه بتاخدها فوق حدها بتقلب لضدها. طبعا النصيحه اللي هنصحك بيها، بما اننا اتكلمنا على جرعات البروتين وكام جرعه في اليوم، اوعى تعتمد على المكمل الغذائي انه يعوض لك وجبه. نو واي. ده جاي لك عشان يكمل لك. انت راجل دلوقتي ما شاء الله نزلت التمرين وبقى ادائك كويس وبقى ليك احتياج عالي من البروتين، وانت بتاكل بقدر الامكان، بس مش هتقدر تدخل اكتر من كده، فده بيجي عشان يكمل لك. اوعى تستخدمه ان هو وجبه، بديل وجبه. ده هو حتى جاي من اسمه مكمل غذائي. يبقى الماكسيمم بتاعك في اليوم هم جرعتين: واحده بميه بعد التمرين وواحده في اي وقت بحليب. غير كده لازم تعتمد على اكلك بصوره اساسيه. انك وصلت معايا للنقطه دي في الحلقه، ما تنساش تنزل تحط لايك وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش. خامس واخر بوينت هتكلم عليه في الحلقه دي هي الاضرار. اضراره: رقم واحد الكلى. زي ما هو شائع عنه ان هو بيعمل فشل كلوي ومش عارف ايه وبيدمر الكلى والكلام ده، مفيش بحث ولا دراسه واحده بتثبت ان هو ليه اي اثار جانبيه زي ما احنا بنقرا عنه عن الكلى، الا في حاله واحده: لو انا عندي مشكله في وظائف الكلى، يبقى انت كده محتاج انك ترجع للدكتور المختص بتاعك وتساله هل الكلى عندي تتحمل ان انا اخد بروتين، او تتحمل اخد نسبه قد ايه. لكن غير كده مفيش الموضوع ده ان شاء الله، ولا فشل كلى ولا حاجه. تاني حاجه اضطرابات في الجهاز الهضمي. لو بتاخد وبالاخص لو بتاخد الكونسنتريت، لان هو زي ما قلت لك بيجي بشويه كارب وفات وده فيه لاكتوز. هو الفرق بين الثلاثه ان الواي اللي هو الكونسنتريت بيكون فيه لاكتوز ونسبه فات ونسبه سكر ونسبه كارب، لكن الهيدرو والايزو ما فيهمش لاكتوز، ونسبه الفات ونسبه الكارب شبه معدومين. فعشان كده اللي بياخد كونسنتريت بالاخص
بيحس بعض الاوقات بوجع في البطن، اسهال، احساس القيء، بيعمل شويه اضطرابات في الجهاز الهضمي، بالاخص اللي بيستخدم الكونسنتريت. بعض الدراسات بتقول انه ممكن يعمل اضطرابات في الكالسيوم، في نسبه الكالسيوم في الدم، فبالتالي ممكن ياثر شويه ويعمل اضطرابات في العظام. لكن طبعا كل الاثار الجانبيه اللي ممكن يعملها او الاعراض لو انت بتستخدمه بكميه اوفر. فاهم حاجه انك تبقى فهمت ايه هو الواي بروتين، ازاي بتصنع، مين الناس اللي محتاجاه، الجرعه بتاعتي ونسبه احتياجي من البروتين في اليوم كام، واعرف اضراره اللي هي ما بتجيش غير لو انا سليم ان شاء الله، غير بزيادته. فلازم تتعامل دايما مع نفسك ومع جسمك بذكاء. وزي ما بقول لك دايما، خليك رياضي، خليك صحي، خليك ذكي.